تعالوا نعمل مع بعض النهاردة حلق العشر دقايق. ايه حلق العشر دقايق ده؟ حلق جميل جدا بدون بيض ولا حليب ولا فرن، حاجة سريعة كده تعمليها لولادك. وبما ان كمان موسم الفراولة موجود اليومين دول، فهو ساعدنا ان احنا نعمل الحلق الجميل ده. قد ايه جميل جدا وطعمه في منتهى الجمال، فعلا يستاهل منك التجربة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة خالص هنحضرها هي الكريمة بتاعت الجاتو، عبارة عن ايه؟ كوباية من الكريم شانتيه الخام، عليها 3 معالق كبار من السكر، وعليها معلقة كبيرة من الحليب البودرة، ده اختياري، وكمان معايا كوباية من المية الساقعة. وهنبدأ ان احنا نضرب بالمضرب او بالخلاط او بالكبة ايا كان اللي عندك، اضربي الكريم شانتيه بالطريقة دي لحد ما يوصل للقوام ده. بعد كده هنجيب اي نوع بسكوت سادة عندك، هتبدأي تحطيه كده في حليب. الحليب ده عادي كان عندي من التلاجة، يعني مش سخن عشان ما يدوبش معاكي جامد ويتهرى معاكي. غمسيه بس كده في الحليب ده، والحليب ده معلهوش اي اضافات. لو انت بقى حابة تحطي عليه اي اضافة تانية براحتك. هنبدأ ان احنا نرص الصاج بتاعنا او الصينية بتاعتنا كده. وبعد كده رحت بعد ما عملت طبقة من البسكوت، رحت جاية قسمت الكريمة لنصين قد بعض بالظبط. مسكت اول نص من الكريمة ورحت جاية حطاه او فردته بمعنى اصح، يعني فوق طبقة البسكوت اللي احنا كنا عاملينها. وطبعا وانت بتفردي حاولي ان انت تساوي كده السطح بتاعك عشان يبقى شكله مهندم كده وشكله حلو، يبقى شكل الجاتوه بالظبط. تمام، ادينا عملنا اول طبقة من الكريم. بعد كده هنحط تاني طبقة من البسكوت. طبعا اي بسكوت سادة هيغنيكي عن الكيكة وهيبقى طعمه جميل جدا جدا، اي نوع، يعني مش محددة معاكي نوع معين. برضو هتحطيها كده في الحليب وتبدأي تعملي لي برضو طبقة كده من البسكوت مرة تانية. تمام كده، هي ما خدتش معايا بسكوت كتير، هو تقريبا باكو بسكوت يعني مش كتير. هنبدأ بعد كده نحط الطبقة التانية او النص التاني من الكريمة اللي احنا كنا محضرينها، ونبدأ ان احنا برضو نفردها كطبقة كده فوق البسكوت بتاعنا. تمام، لغاية دلوقتي حلو قوي الكلام، مفيهوش اي حاجة خالص، وان شاء الله بعد كده برضو مش هيبقى فيه اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده. خلاص هندخلها بقى التلاجة ونحضر طبقة الجيلي. عبارة عن ايه؟ نص كوباية من المية السخنة اللي بتغلي، حطيت عليها كيس من جيلي الفراولة، وبدأت ان انا اقلبه لحد ما دوبته تماما، السكر اللي فيه داب خلاص. بعد كده هنزل عليه بنص كوباية من المية الساقعة المتلجة. تمام، طبعا هو اصوله بيتعمل بكوباية وكوباية، لكن انا حابة يكون مركز فعملته بنص ونص. هنبدأ بعد كده ان احنا نجيب قطع من الفراولة، قطعتها حتت صغيرة كده، وبدأت ان انا احطها فوق طبقة الكريمة دي اللي انتوا شايفينها. تمام، ابدأي وزعيها. طبعا كمية الفراولة هنا براحتك، عايزة تكتري عايزة تقللي دي حاجة ترجعلي، عايزة تحطي عليها موز برضو براحتك. دي حاجة يعني مش لازم. ولو حابة تستغني عن الفراولة خالص وتخليها جيلي بس، عادي برضو مفيش اي مشكلة. تمام كده. هنبدأ بعد كده ان احنا نحط فوق الفراولة الجيلي اللي احنا كنا مجهزينه، بس طبعا بعد ما يكون برد شوية عشان ما يبقاش سخن عليها ويدوب لي الكريمة اللي احنا عاملينها. كده خلاص احنا خلصنا طبقة الجيلي زي ما انتم شايفين. هندخله بقى التلاجة لمدة ساعتين يجمد شوية، وبعد كده نبدأ نقطعه مع بعض. قد ايه الجاتو ده كان طعمه اكتر من رائع بجد، لو جربتوه مش هتبطلوا تعملوه. اي ضيف جايلك بقى كده على السريع ومحتاره تعملي له ايه، هتعمليها لانها سهله جدا وبسيطه، وباي فاكهه موجوده هتقدري تعمليها، يعني مش شرط فراوله. تمام، انا كده قطعت الجاتو وبدات ان انا اطلع منه قطعه كده عشان اوريها لكم. طبعا انت ممكن تقللي في التقطيعه دي، ما تخليهاش كبيره كده، ممكن تقلليها براحتك، فما فيش اي مشكله في التقطيع. ده كده شكل الجاتو بتاعنا. شايفين بقى الطبقات حلوة ازاي؟ قد ايه جميل ولذيذ، وفعلا يستاهل منك ان انت تجربيه. جميل جدا جدا جدا، احلى من الجاهز.